اليابان بلاد معروفة بالنظام والتقدم، ولكن وراء هذه الواجهة الهادئة كاين وجه آخر كيعرفوه غير اليابانيين. قصص حقيقية وقعات من مناطق مختلفة. طالب ياباني سميتو هيرو كان كيقرا في الجامعة في طوكيو وكيعيش في سكن داخلي، يعني كيقرا بالنهار وكيولي للداخلي في الليل باش ينعس. ولكن واحد النهار قرر انه يبدل السكن، حيتاش السكن الجامعي كان غالي عليه، حيتاش هو اصلا مسكين كان كيقرا غير بمنحة، يعني ما عندوش بزاف ديال الفلوس الكافيه. مشى كيقلب ولقى واحد الظرف في واحد الحي بعيد على السكن بشويه، ولكن الثمن ديال داك السكن كان هو رخيص بزاف ويعتبر خيالي، لدرجه كان تيقول مع راسو البيت مزيان ما فيه حتى شي حاجه، لاش هو رخيص لهاد الدرجه. والملك ديال الدار قال ليه لا، راه ما كاين حتى شي مشكل، غير هاد البلاصه ما كيجيوش الناس يسكنوا فيها بزاف، وانا قررت انا نزل الثمن. الدار كانت قديمه شويه ولكن صالحه للطالب، ما فيها حتى شي مشكل. غير هو الملك ديال الدار قال لي حاجه وحده، ما طلعش البيت اللي كاين في السطح، ممنوع بتاتا. هيرو صافي فرح وقال لقيت داكشي اللي كنت كنقلب عليه، اصلا ما عندي ما ندير بداك البيت اللي كاين في السطح، واصلا ما كنطلعش السطح، انا غير بغيت شي بلاصه اللي نجي نعس فيها بالليل ونقرا فيها. وهيرو ما سولش كاع داك الشخص لاش قلت ليا بانني ما نطلعش لداك البيت اللي كاين في السطح. المهم وقعوا العقد ومشى يسكن. النهار الاول كلشي كان طبيعي، قرا ورجع باش ينعس ويحفظ شويه شويه بدا كيكتشف ديك الدار، كيكتشف ديك البلاصه اللي هو جالس فيها، وكان تيحس بواحد الاحساس اللي هو غريب وما كان كيفهم والو. تيقول واقيلا غير بدلت البلاصه وصافي. هيرو نعس وكلشي كان هادئ في الدار، لا صداع لا والو. ولكن ملي جا الليل بدا كيسمع شي اصوات اللي هما في شكل، خصوصا كيسمع فحال شي واحد كان غادي فوق منه، يعني في السقف بالضبط فين كاين داك البيت. كيسمع بحال شي حس غادي جاي. حاول انه يتجاهل داك الصوت ولكن ما جاش النعاس نهائيا، لدرجه انه دازت ساعه وباقي كيسمع داك الدقديق فوق منه. كاين شي اصوات اللي كيجيو في ودنيه اللي هما دغيا كيدوزو خفاف. الاصوات خلاتو ما يفهم والو، كيفاش راه انا جالس في الطابق الاخر، يعني اللي تحت مني هما اللي خاصهم يسمعوني ماشي انايا. عقلو تيقول ليه سير طلع شوف شنو كاين، شي واحد واش جالس تماكين، ولكن ما قدرش. وفي نفس الوقت مول الدار كان عطاه هاد الشرط الوحيد بانه ما يطلعش داك البيت اللي كاين في السطح. حاول ينعس ولكن ما قدرش ينعس، مشى للجامعه هو راسو كيضرو. دوز النهار ديالو باش ما عطا الله في المدرسه حتى رجع للدار. في الليل عاوتاني بدا كيسمع الاصوات ديال الباب كيتحلوا، شي حد كيدخل الدار ديال الفوق. سمع غير الباب هو كيتحل بحال شي واحد كيحل الباب، ولكن باش نتفهموا بانه ما يمكنش شي واحد غيحل الباب الفوق، حتى هو خاصو يحليه، هو اللي كيتحكم في الباب ديال السطح. الناس التحتانيين ممنوع انهم يطلعوا للسطح، وحتى هو ممنوع انه يطلع للسطح. قال ما يمكنش، انا راه جالس هنا، شكون اللي غيحل الباب؟ مشى خرج حدا الباب ما لقى حتى شي واحد والباب مسدود. في النهار الثالث صافي الدري ما قدرش يصبر، مشى عند الجار اللي ساكن حداه وسولو، قال ليه واش كان شي واحد ساكن في داك السطح، واش كنسمع شي اصوات بالليل خصوصا من السطح؟ الراجل جاوبو هو كيشوف فيه وبين الراجل اصلا كان مخلوع. قال ليه لا، ولكن انا كنت ساكن في الدار اللي انت دابا ساكن فيها قبل منك، وانا نخرج منها حيتاش السقف فيه شي حاجه ماشي طبيعيه. اي واحد كيسكن تما كيسمع الدرديق بالليل وكيسمع اصوات، يعني فحال شي واحد كيبغي يخلع شي حد باش يخرج من ديك الدار، ومستحيل تجلس في راحتك. هذا هو اللي كيتبت علاش داك الدار مول الدار دار لي هذاك الثمن الخيالي. وقال لي بالعكس انا كنت كنسمع فحال شي واحد كان كيغوت في السطح، ومنين كنطلع ما كنلقى والو. هيرو بقى ساكت وما عرف ما يدير، ولكن الفضول بدا كياكل فيه. قرر انه يشري كاميرا ويحط حدا الباب ديال السطح ويخليها تصور حتى الصباح. بالفعل هاد الشيء اللي طرا الغد ليه، حل الكاميرا بغى يشوف شنو طاري فيها، حتى شاف واحد الخيال ديال واحد البنت واللي كانت كتحل الباب. داكشي اللي شافه مشى وراه لصاحبو، صاحبو قال لي واش كضحك عليا انت، هذا دايرو في المونتاج ولا جايب شي فيديو حطو تما من الانترنت وكتقول لي راه شوف شنو كاين؟ قال لي هادشي راه كذوب. صاحبو ما تيقوش نهائيا. وداك المحتوى اللي كانت في ديك الكاميرا انه شاف واحد الظل كيخرج من داك الباب، اللي كان هو بالضبط ظل ديال البنت اللي كانت صغيره شويه، ما كبيره ما صغيره، يعني في سن المراهقه. وشاف باب السطح كيشحل بوحدو وكيخرج منه الظل ديال البنت، ما عندهاش الملامح غير شعرها طويل وكحل بحال داكشي اللي كنشوف في افلام الرعب. والجسم ديالها كان رقيق وكانت بشويه كتمشي في داك السطح. داكشي اللي شاف خلاه يدخل في واحد الحاله ديال الرعب. اكيد الا كان هذا الشيء بصح وكانت هذه القصه حقيقيه، راه انا غنشوف داك الفيديو غنطيح في بلاصتي. مشى عند الشرطه وراهم الفيديو، ولكن الفيديو مني وراه للشرطه ما باين فيه والو، الكاميرا كحله،
الشاشه كحله ما بين فيها لا بنت لا خيال لا باب كيتحل لا حتى شي حاجه. وردوهم سطي وقال لي واش كتفلى علينا. في ديك اللحظه هيرو حس براسو وحيد وحتى شي واحد ما غادي تيقو تيقول مع راسو راه واقيلا انا هادشي اللي كيطرا معايا راه ماشي حقيقي ورانا وليت غير كنتخايل وكنتوهم. كان عنده مازال الخيار انه يرجع للسكن وينسى هادشي كامل ولا يرجع لديك الدار ويبقى فيها ويشوف شنو غادي يطرا معاه. وعاوتاني كيشوف بانه ما عندوش الفلوس الكافيه اللي غيمشي يسكنهم في داك السكن، ولا خرج من هاد الدار عمره ما غيلقى الثمن بحال اللي كاين في داك الدار. وقال مع راسو راه انا غير كنتوهم صافي غنمشي نشد على راسي وغادي نجلس وغندير بحال ما طرا والو. وفي ديك الليله قرر انه يطلع للسطح ويشوف شنو كاين، واش شي واحد كيحاول يضحك عليه ولا داك الجار كان تيقول لي داكشي غير باش يخلعو ويخرج من ديك الدار. قرر انه يطلع للسطح براسو، هز التليفون وحل داك الفلاش اللي كاين في التليفون ويطلع للسطح. الباب ديال السطح كان قديم ومصدي. من بعد الدري ملي غادي يدخل لداك البيت غادي يلقى واحد الصندوق اللي هو كبير، ومني غادي يحل داك الصندوق اللي كان محكم ويعني كيف ما تنقولوا حنا مديور عليه السيمه، يعني حتى واحد ما يقدر يحلو وما يقدر يخرج لا ريحه لا حتى شي حاجه. المهم الدري حس بالرعب وداك الشيء، ملي بغى يخرج تسد عليه الباب. ملي تسد عليه الباب من كثره الخوف وداك الرعب اللي كان عايشو جاتو سكتة قلبية. منين جاو البوليس يحقوا في هاد الشيء وبداو كيقلبوا اكتشفوا، وبعض الجيران كانوا عارفين الحقيقة وعمرهم ما قدروا يهضروا. كيفاش يقدروا يديروا هاد الشيء مبغاش تفهم ليا، ولكن قالوا بانه اللي كرا ليه هذيك الدار يعني الملك ديال المنزل كان مريض نفسانيا، ومني ماتت ليه المراه تسطى ديال بصح، ولكن كيهضر مع الناس عادي ولكن عقله فيه شي حاجه، لدرجه انه ملي ماتت الزوجه ديالو قرر انه يحبس بنته الفوق في السطح. في الاول كانوا كيقولوا بانه كيسمعوها كتغوت وكتقول لي حل عليا الباب، والجيران كان تيقول لهم ماشي سوقكم انا كنربي بنتي. ولدرجه ملي حلوا داك الصندوق لقاو فيه العظام ديال ديك البنت هادي 20 عام، ملي كان عمرها 13 عام. وقال لهم ملي كانوا الجيران كيسولوا فين مشات بنتك ما بقيناش كنسمعوا الصوت ديالها، قال لهم صافي راه مشات تعيش عند عمتها. وهكا سد لهم الموضوع. وغتقولوا كيفاش الجيران دوك الجيران اللي ما بغاوش يهضروا هادي سنين قالوا ملي كان تيضرب معاهم ولا كتوقع شي حاجه تيقول لهم غندير لكم كيف ما درت ليها. وهنا اكتشفوا بانه اللي كاين في داك الصندوق هي بنته. ولكن اللي جذبني في هذا الموضوع كامل كيفاش الناس عرفوا القصه ديال هذا الشيء، شنو كان كيطرا مع الوالد، شنو هذا واقيلا حيت عاود داك الجار داك الشيء وقال لي بانه كان كيسمع اصوات وداك الشيء. الجار عاود واقيلا بانه طرا معاه داك الشيء، ومن كثره الفضول ديالو هذا الشيء طرا ليه حيت في الاول كان كيسمع الدرديك والاصوات وهذا الشيء كامل كيخلعنا. ولكن راه البنت ما اداتوش، يعني الروح ديال البنت راه ما اداتوش، كان بامكانه يمشي صافي وما يرجعش. ولكن مسكين ما عندوش الفلوس باش يخلص الكرا، وبالنسبه له ديك الدار واحد الهوشه اللي ما غاديش تعاود مره اخرى. هادشي اللي خلاه يوقع في الفخ كره دابا راه باقي عايش. الدار تسدات ولات مهجوره، ولات منطقه اللي ممنوع اي واحد يقرب لها. الجواب باين، اليابان ماشي غير بلد النظام والتقدم، هي بلاد اللي كتحمل في طياتها اسرار واحداث مازال البشر ما لقاوش ليها تفسير. كنوصلوا حتى النهايه ديال الفيديو، كنقول لكم شكرا بزاف لو وصلتوا حتى لهنايا. ما تنسونيش من لايك والاشتراك وحتى الفيديو جديد.